السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الإخوان نبين لكم واحد المرتزق يمني اقتناته المخابرات المغربية باش توظفوا ضد الجزائر، وكان هذا الشخص بالأمس يسبهم سبا لاذعا ويهين محمد السادس ويشكك في نسبه ويهين حلفائهم الخليجيين، لكن رسكلوه كما يقولوا عندنا، داروا له عملية رسكلة وجابوه. والشخص هذا مرتزق معروف، في وقت من الأوقات كان دخل بين الخلاف اللي كان آنذاك بين أهلنا في الخليج، بين دول الخليج، وبطبيعة الحال كان يتهجم على الإمارات وتهجم على السعودية إلى آخره. لكن احنا ما راح نتهموه هكذا بدون ما نقدموا دليل، وراح نجيب لكم دليل من عند المغاربة باش تعرفوا بأن هذا السيد مرتزق، يعني ما فيه حتى نقاش. والسبب اللي جابته المخابرات المغربية وبعض الأبواق المخزن اليوم اللي وظفوه باش يهاجموا الجزائر لأنه يسب الجزائر. وقبل ما نسمعوا الفيديو خلينا نسمعكم ماذا يقول المغاربة على هذا الشخص اللي سب الجزائر. حملة ضد أسعد الشرعي في تويتر وفي مواقع التواصل الاجتماعي بمساندة عدد كبير من إخواننا من دول الخليج اللي دائما يذوقون الأمرين في التهجم على ملوكهم وأمرائهم من طرف المدعو أسعد الشرعي المقيم في بريطانيا بصفة لاجئ سياسي. تم إغلاق الصفحة الرسمية ديالو في تويتر، غاب لمدة ثم رجع وقد انقلب 180 درجة، فأصبح أسعد الشرعي الذي كان يهاجم المغرب بالأمس حبيب المغرب والمغاربة ومعشوق المغرب والمغاربة، الولهان في حب المغرب والمغاربة. كما هي العادة، أسرع طريقة للدخول إلى قلوب المغاربة هي مهاجمة الجزائر 180 درجة، فأصبح أسعد الشرعي الذي كان يهاجم المغرب بالأمس حبيب المغرب والمغاربة ومعشوق المغرب والمغاربة، الولهان في حب المغرب والمغاربة. كما هي العادة، أسرع طريقة للدخول إلى قلوب المغاربة هي مهاجمة الجزائر، الولهان في حب المغرب والمغاربة. كما هي العادة، أسرع طريقة للدخول إلى قلوب المغاربة هي مهاجمة الجزائر. وللأسف عندنا مجموعة من إذن الإخوان، هذا الأخ المغربي ماذا يقول؟ يقول أسرع طريقة أو أسرع شيء لقلوب المغاربة أنه يخرج شخص مثل هذا المرتزق يسب الجزائر، وبطبيعة الحال ينسوا كل شيء. رغم أنه لو تسمعوا إن شاء الله راح نسمعكم الفيديو اللي فيه 8 دقائق تسمعوا الكلام الذي قاله في حق محمد السادس وفي حق المغاربة. لو كان شخص آخر صدقني ما راح يتسامحوا معه، لأن بحكم أنه مرتزق ومعروف على وسائل التواصل الاجتماعي في التيك توك، وحتى أنه في يوم من الأيام استضافوا هذا اللي اسمه فيصل القاسم على الجزيرة، قال لك يا عمي تعال نوظفوا هذا الشخص بين قوسين كما كانوا يتصوروا، لأنهم عندهم طريقة توظيف المخابراتيين وشراء الذمم، وكلكم تعرفوا وش وقع في الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي، كيف كشفوا هذا المرتزقة اللي كانوا ياخذوا أموال من عندهم باش يحققوا لهم بعض المآرب. لكن على كل حال حتى لا أطيل عليكم نرجع إن شاء الله تعالى ونسمعوا لهذا المداخلة إن شاء الله. كما قلت لكم أسعد الشرعي ما ناقش هذا. خلينا نسمعوا لهذا المداخلة، نبداوها من الأول باش يسمعوها الإخوان من الأول إن شاء الله، وراح يسمعوها إن شاء الله. الموضوع هذا ولا عطى الرأي ديالو ولا انت، كما قلت لكم أسعد الشرعي ما ناقش هذا الموضوع هذا ولا عطى الرأي ديالو ولا انتقد، لأنه غير مطالب بأنه يوافق المملكة المغربية في كل قراراتها. لكن أسعد الشرعي ترك المهنية إذا كان هو حقيقة صحفي، وبدأ يتهجم على المملكة المغربية ويتهجم على شخص جلالة الملك. فأول انتقاد وجهه لجلالة الملك هي أنه شكك في نسبه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال بأن نسب ملك المغرب محمد السادس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو نقيصة في حق النسب النبوي الشريف، ومستحيل أن يكون هذا الشخص من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن يقول محمد السادس أنا من نسل النبي إساءة.
لأنه لا يشرف النسب أو النسب النبوي وبيت النبوة أن تكون هذه الأشكال المنبطحة والمطبعة والخائنة للأمة من نسلهم. ثم تحول إلى التهكم على جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة على أنهما يتنافسان في الهو إلى القاع والقذارة، واصفا جلالة الملك وسمو الشيخ على أنهما في سباق نحو القذارة ونحو القاع، نحو الانحطاط. أنا يا أخوان الكرام اثنين. الأول أمير المؤمنين نعم محمد السادس عشر ملك المغرب، والثاني الشخبوط الرجيم شخبوط الإمارات. هذول الاثنين يا أخوان الكرام بينهما تنافس غريب، تنافس عجيب ومحموم، بعد تنافس قوي. على ماذا يتنافسون؟ تخيلوا على ماذا يتنافسون؟ على السقوط. كل منهما يريد أن يصل إلى القاع أولا. مرة شخبوط يسبق ومرة محمد السادس يلحق. كان سابقا شخبوط الرجيم متصدر السقوط، كان أكبر ساقط هو، يعني ما حدا كان ينافسه في السقوط، يعني يسقط ويطبع ويخون وينبطح، سقوط أخلاقي، سقوط إسلامي، سقوط سياسي، سقوط دبلوماسي، يعني حدث ولا حرج. كان أكبر واحد متصدر القاع والحضيض محمد الشخبوط الرجيم محمد زايد. الآن أمير المؤمنين بينافسه، بيتسابقوا على السقوط، كل منهم يريد أن يصل إلى القاع الأول، كل منهم يريد أن يصل إلى الحضيض الأول. احنا عارفين بأن الجمهوريين دائما كتكون عندهم مشكل وإشكالية وعقدة مع الممالك والمملكات والملوك، لهذا تمنى زوال المملكة المغربية وتمنى زوال ملك العلويين في المغرب، وهذه صفة مشتركة بين الجمهوريين بداية من الناصريين مرورا بالقذافي نهاية بنظام الكبرنات في دولة الجزائر، الدولة اللي هوك. أقسم بالله لا ربي يقلب ممالك أبوكم بقلب ويعمكم البلاء والحروب والمصائب، ممالك البلطجة، ممالك الحقارة، ممالك الظلم، ممالك قطع الطريق، آل سلول وآل بيت رسول الله قولتهم الهاشمي العلوي محمد السادس. ثم تهجم كذلك على الأجهزة الأمنية في المغرب ووصفها بأنها أجهزة القمع والبلطجة واختطاف الناس وقتل المناضلين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مملكة قطع الطريق، مملكة البلطجة، مملكة التي أصبحت مطاراتها عبارة عن بلطجة وقطع طريق المغرب. ولأنه عادة المغاربة المناضلين الأحرار أنهم يدافعوا على بلادهم وعلى ملكهم وعلى ثوابتهم، قام مجموعة من المغاربة داروا فيديوهات وردوا عليه في مساحات في تويتر وفي تعاليق إلى غير ذلك. ثم لم يسلم المغاربة من أسعد الشرعي ولسان أسعد الشرعي وتهجم أسعد الشرعي، ووصف المغاربة بأنهم عبيد ومنبطحين وعياشة، وكل هذه الأوصاف قالها أسعد الشرعي بالأمس القريب للمغاربة. يا عياشة اطلعوا، يا عياشة يا ميتين انتم، يا أصحاب الضمائر الميتة والعقول الميتة. ولم يكتفي أسعد الشرعي فقط بالتهجم على المغاربة ووصفهم بأنهم عبيد وعياشة ومنبطحين، وإنما شكك حتى في القدرة العسكرية للأجهزة الأمنية المغربية وللجيش المغربي، وطلق تحدي قال فيه للمغرب: إذا كنتم حقيقة دولة قادرة مقتدرة فاخرجوا من المواقع وواجهوا الجزائر على أرض الواقع. أمير المتصهينين يجي يشوه وجه المغرب الجميل هكذا ويستعد الجزائر بالصهيوني. يا أخي إذا كنت فالح يا أخي قاتل أنت، إذا كنت قوي ومغربي وعندك جيش لماذا تستعين بالغريب؟ خليك رجال، إذا قدر الرجالة وقدر الحرب ادخل يا أخي واجه الجزائر وجه الوجه، ادخل مع الجزائر في حرب وافرض وجودك، ورينا قوتك المغربية إذا كان عندك قوة. بطبيعة الحال المغاربة ما عجبهمش الحال، فقامت حملة ضد أسعد الشرعي في تويتر وفي مواقع التواصل الاجتماعي بمساندة عدد كبير من إخواننا من دول الخليج اللي دائما يذوقون الأمرين في التهجم على ملوكهم وأمرائهم من طرف المدعو أسعد الشرعي المقيم في بريطانيا بصفة لاجئ سياسي. تم إغلاق الصفحة الرسمية ديالو في تويتر، غاب لمدة ثم رجع وقد انقلب 180 درجة، فأصبح أسعد الشرعي الذي كان يهاجم المغرب بالأمس حبيب المغرب والمغاربة ومعشوق المغرب والمغاربة، الولهان في حب المغرب والمغاربة. كما هي العادة، أسرع طريقة للدخول إلى قلوب المغاربة هي مهاجمة الجزائر، وللأسف عندنا مجموعة من المغاربة عندهم ذاكرة السمك، نسوا أو تناسوا السب والشتم والتهجم ديال أسعد الشرعي على المغرب والمغاربة وملك المغرب، وبداو
كيقدموه للمغاربة على أنه هو المحامي المدافع عن قضايا المغرب والمغاربة. اصطف واحد المجموعة كبيرة من المغاربة مع أسعد الشرعي ضد الجزائر والجزائريين، وبذلك يكونوا خالفوا نص الخطاب الملكي الموجه يوم 30/7/2022 اللي قال فيه صاحب الجلالة: ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا. وبهذا تحول أسعد الشرعي اللي كان بالأمس شيطان رجيم إلى ملك بجناحين يحوم فوق سماء المغرب ليدافع عنها ضد الجزائر والبوليزاريو، واللي زاد خلى أسعد الشرعي ينتشر بين المغاربة بشكل كبير، ولدرجة أنه كاين عدد كبير من المغاربة اليوم ما كيعرفوش بأن أسعد الشرعي كان بالأمس القريب كيهاجم المغرب وضد المغرب وهاجم جلالة الملك. اللي زكى هذا الموضوع ونشروا في نفوس وعقول المغاربة هو أنه للأسف الشديد طلعوا مع مجموعة من النخب المغربية السياسية الفكرية اللي كان المفروض منهم والمنتظر منهم أنهم أقل الإيمان وأضعف الإيمان، أنهم يطالبوه بالاعتذار من المغرب والمغاربة وملك المغرب جراء الكلام القبيح النابي والتهجم على شخص الملك. وإذا بنا كنتصدموا أن هذه النخب السياسية الفكرية اللي طلعت مع أسعد الشرعي استقبلته بالأحضان ولك وحشة يا أسعد. الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي، حللت أهلا ونزلت سهلا. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك أخ أسعد، لك وحشة، افتقدناك منذ مدة، منذ آخر حوار. وكما قلت لكم كاين مجموعة من المغاربة لا يرضيهم أسعد الشرعي وغير محبوب عندهم وغير مقبول، وكذلك يطالبون بعدم دخوله للمغرب. وقع خلاف ومناوشات بين المغاربة، بين اللي كيقول بأن أسعد الشرعي كان ضد المغرب لأنه ما كانش عارف المغرب والمغاربة، وبمجرد أنه عرفهم غير القناعات ديالو. كاين اللي كيقول لا. جوابا على هذه القضية بغيت نقول للإخوان اللي مازال كيعتقدوا أن أسعد الشرعي راجع نفسه ولا قرأ التاريخ ولا تخلط مع المغاربة ثم اكتشف أنه كان على خطأ. أي إنسان كانت عنده قناعة معينة ثم يغيرها أقل حاجة يديرها هي أنه كيعتذر للطرف اللي كان يسيء في حقه. أسعد الشرعي إلى اليوم الخميس اللي كنسجل فيه هذه الحلقة اللي هو اليوم ديال القدوم، أسعد الشرعي للمغرب كما حط في الصفحة الرسمية ديالو لم يعتذر للمغرب ولا للمغاربة ولا لشخص الملك على الإساءة التي أساءها له. بل أكثر من هذا، كل الفيديوهات والمقاطع اللي سجلها أسعد الشرعي وهو يسب الملك ويسب المغاربة ويتهجم عليهم لا زالت موجودة إلى الساعة واللحظة التي أتكلم فيها. تطلع إذن الإخوان الكرام الأحباب، سمعتوا هذا المغربي الذي يذكر المغاربة أن هذا المرتزق في يوم من الأيام كان يسبهم سبا لاذعا. وشفتوا هذاك الدكتور اللي باش تفهموا الإخوان باللي المخابرات المغربية والأبواق مثل هذا، بين قوسين حاشاه أنه يكون دكتور، كيف يستقبلوا يقولوا لك وحشة يا أسعد بعد ما سمعتوه ماذا كان يتكلم على الملك وعلى الأمور. السبب قال لك الوطن غفور رحيم. هل أسعد هذا مغربي؟ لا أظن ذلك. هل القناعات مثل ما تكلم الأخ المغربي، القناعات بالنسبة لمحمد السادس بغض النظر على قضية الصحراء وهذه الأمور، هل القناعات تتغير بهذه السرعة وينقلب على عقبيه ويمشي للمغرب ويلبس لباس مغربي ويستقبلوه وإلى آخره؟ هنا باش تعرفوا الإخوان المخابرات المغربية كيف تشتغل، والمغاربة المساكين في دار غفلون.